يا رب يجعل يومكم كله هنا وسعد. الفلوس مش فلوسنا، والرزق بتاع ربنا، واحنا يدوب وسيلة علشان نسعد نفسينا ونسعد اللي حوالينا. جبنا بقى ملح، جبنا جمبري، جبنا عيش، جبنا اهو كله بتاع ربنا. مش مهم بنطلع ايه لله، المهم ان احنا نعملها بس يكون بحب ويكون بنظافة ويكون باحترام للآخرين، علشان ربنا يبارك لنا ويدينا رزق من وسع ومن أوسع أبوابه. المهم تسعدي اللي حواليكي بأي طريقة. حواليكي دول نقصد بيهم أهل بيتك الأول، وبعدين اللي حواليكي من بره. الناس دي محتاجة ولو لقمة حتى صغيرة نطبطب بيها عليهم خلال اليوم. ممكن يكون معاهم فلوس بسيطة، ممكن يكون أكلوا قبل ما ينزلوا أو أكلوا هم برضو في الشارع وشقيانين. بس ايه المشكلة لو احنا ادينا لهم؟ احنا مش هنبص على حالتهم يكونوا عندهم ولا ما عندهمش. يعني ممكن يكون العامل اللي هو شغال، طب ما هو بياخد مرتب بس اكيد مش مكفيه. وحتى لو مكفيه احنا بنطري عليه خلال اليوم في الحر والجو او في السقعة اللي احنا فيها مثلا. صحيح الرزق بينادي صاحبه. على فكرة علشان هم يقبلوا مننا اللقمة دي، لان في ناس برضو ما بترضاش ان هي تمد ايديها حتى لو هي محتاجة. ممكن نطلع معاها ازازة مية صغيرة ونقدم الوجبة دي معاها، فيضطروا ان هم ياخدوا دي مع دي. في ناس ما بترضاش تاخد المية بس، وفي ناس كمان ما بترضاش تاخد الاكل بس. فلما نحط الاتنين معلش هتكلفي نفسك شوية، بس في الاخر هتسعديه وهيدعيلك ويبقى سقناه واكلناه. وطبعا زي ما احنا قلنا، ولا احنا عملنا حاجة ولا بإيدينا حاجة، ده رزق ربنا اداهولنا علشاننا وعلشان نسعد بيه اللي حوالينا. لو احنا بصينا للحياة بتاعتنا من النقطة دي، هتلاقي نفسك وانت بتطلعي الحاجة تطلعيها برضا، وبتطلعيها وانت فرحانة. يمكن فرحتك انت بتبقى اكتر، او فرحتنا احنا بتبقى اكتر من اللي هو بياخد اللقمة دي علشان يطري بيها على قلبه. صحيح ربنا ادانا الرزق ووزعه، وبعد ما اداهولنا وهو في ايدينا احنا كمان نحاول نوزع على غيرنا. هتلاقي الدنيا وسعت حواليك. طلعوه في كل وقت على فكرة. مش لازم يكون عندنا مشكلة او يكون عندنا حتى فرحة في حياتنا. ايه المشكلة لو احنا طلعناه واحنا ماشيين كده؟ قلت لما اجيب ازازتين مية ومعاهم باكوين بسكوت مثلا واطلعهم وانا ماشية، مش بكتر الفلوس ولا بكتر الكمية، ولا حتى لو كان حبة جمبري. احنا بنطلعهم علشان احنا بس نحس بغيرنا، علشان نطري عليه، عشان نسعده، وعلشان قبل كل ده عشان يسعدني انا. مفيش حاجة اسمها ان انا طلعت امبارح او طلعت اول امبارح، ده كل يوم اطلع ولو حاجة بسيطة. كل ده هيسعدني انا قبل ما بيسعد غيري. مفيش حاجة اسمها شوية جمبري ولا شوية ملح. اي حاجة تطلع لربنا او اي حاجة تطلع من بيتي احسن بمليون مرة من ان انا اكون مخبيها عندي او عندي المقدرة ومش بطلعها. فعلا لو انا طلعت كيس ملح كل يوم افيد بكتير يمكن من الوجبة دي. عارفين ليه؟ لان هو هيتحسب بالنية مش هيتحسب بالكمية. ولما نيجي نعمل اي حاجة احنا ما نحسبهاش، نسيبها لربنا، هو بس اللي هيحسبها وهو بس اللي هيرضينا. يلا بينا نفرح اهل بيتنا ونفرح برضو اللي حوالينا، ويا رب يجعل يومكم كله هنا وسعادة.